السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي متابعيني؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وبألف سعادة. النهاردة بقى احنا زهقنا، لا بقينا لا بتوع فراخ ولا لحم. خلاص احنا خلاص فاضل ايام بسيطة ورمضان يجي ان شاء الله ويجيب معاه الخير كله. النهاردة هنعمل اكل بسيط، اكل كده ما فيهوش لا افتكاسات ولا اختراعات ولا اي حاجة. كشري بعدس اصفر وبيض مدحرج بالسمنة البلدي. تمام. نبدأ الفيديو ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. وما يحلى الكلام إلا بذكر نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. وعملنا له كده طبق صلصة يعني كده جنبه، ورحنا كلنا وبألف هنا وشفا يا رب. ونبدأ الفيديو. وعملنا شوية بقى حمص الشام، حبة حلبسة كده جنب الكشري، وكلنا بألف هنا وشفا. نبدأ الفيديو ونشوف بقى اشترينا ايه واحنا جايين من الشغل. جبنا بصوا، انا وانا جايه من الشغل جبت فول هدمس فول، وجبت عدس، وجبت فول مدشوش، وجبت حمص الشام. بس الاسعار يعني كويسه. فاحنا جبنا من كل حاجه نص كيلو. ونبدا بقى نجيب الطبق بتاعنا ونوزن معانا نص كيلو من الرز، ونحط عليه ربع كيلو من العدس الاصفر. تمام. النهارده الكشري بتاعنا بسيط سهل، ما فيهوش اي افتكاسات. نص كيلو الرز، ربع كيلو العدس، وهيعمل لنا كده ل6 افراد. لاسره مكونه من 6 افراد تكفيها المقدار ده كله. تمام. نبدأ بقى نحط الربع كيلو العدس اللي احنا وزناه على نص كيلو الرز اللي احنا وزناهم برضو، وناخدهم كده بقى على الحوض. ونبدأ نغسل الحمص الشام بتاعنا عشان نعلق عليه ويستوي بسرعة ويخلص كل حاجة مع بعض. وشلنا طبعا الفول. طبعا انتوا عارفين ان في الوقت اللي زي دوت كل بيت بيحضر حاجة رمضان. مش بنحضر عشان احنا يعني ملهوفين ولا خلاص مش هناكل الا في رمضان يا جماعة. لا، احنا رمضان دوت ربنا بيبعت لنا الشهر ده من السنة للسنة، وكل بيت بيجهز كل التجهيزات ديت وبيحضر كل حاجة عنده، لان ما بيبقاش في وقت في رمضان. بنبقى عايزين اكتر وقت نقعد نقرا قرآن، نقعد ندعي ادعية. الشهر ده بيبقى جميل وبيبقى كده ليه روحانيات كده مختلفة تماما في مصر، مش في اي حتة تانية. تمام. خدنا معانا بقى العدس والرز وبدأنا نغسله. اغسليه كده غسيلا جيدا، ولو عايزه تنقعيه لمده 10 دقايق بس. لما نيجي نسويه مش هنحط له ميه كتير. تمام عشان ما يعجنش منك، عشان ما تقوليش التفاصيل والتكات. نجيب بقى الحمص بتاعنا ونحط له كده حبه ميه حلوين، ونعلق على البوتاجاز. نحطه على عين البوتاجاز. تمام. هيغلي كده غلوتين، نبدا نغير له الميه ونحط له ميه نضيفه تاني. تمام. نجيب بقى الحله، نجيب بقى حبه زيت ومعلقه سمنه. تمام. ونبدأ ننزل بالرز بتاعنا اللي اتغسل غسيلا جيدا، ونشوح بقى الرز بتاعنا بالعدس. انا حطيت حتة معلقة سمنة مع حبة الزيت عشان يديله تطعيمة، ونزلت بمكعب ماجي، ونزلت بورقتين ورق لوري. بتودي الطعم في حتة تانية خالص. ايوه، في حتة تانية خالص. جربي بس ورق اللوري دي، امي بصراحه هي اللي معلماني احط ورق اللوري في قلب العدس او العدس الكشري ابو عدس اصفر ده. نحط بقى حبه كمون وملح وشكرا على كده. طبعا بقى هنسلق كده كام بيضه على حسب عدد افراد اسرتك. بص، انا عايزه اقول لكم على حاجه. مفيش دلوقتي، مش هنضحك على بعض. احنا في مجال السوشيال ميديا محدش يقولك ان بقت في اكله موفره. مفيش أكلة موفرة على فكرة. الأكلة دي صرفت جامد جدا، رغم ان احنا زمان كنا بنقول نمشي يومنا على قد الإيد وتبقى اقتصادية. هي ما عانتش اقتصادية خالص، بس يعني احنا قلنا نودع كده أيام شعبان بطبق كشري كده حلو وبيض مدحرج ونمشي يومنا، عشان احنا ورانا. هو الأكلة دي بتبقى سهلة في العمايل، سهلة في الوقت في المجهود، بس عشان بيبقى ورانا حاجات كتير وترتيبات احنا بنعملها رمضان. تمام. نجيب بقى الطماطم بتاعتنا ونضربها في الخلاط، ونبدأ نحطها وهنعملها ني في ني.
انا هعمل الطماطم بتاعتي ني في ني، مش هبقى هقدح توم وهحطه وهعمل، لا 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 لا، مفيش الكلام ده دلوقتي خالص خالص، كله نضربه في صرصوره على طول. نحط كده حبة زيت، حبة ملح، مكعب ماجي على الطماطم ني في ني، ونعلقهم على البوتاجاز. والبيض بتاعنا كان استوى معانا، ونحط بقى الطماطم بتاعتنا مكانه. تمام تمام. نيجي هنا بقى للحمص، نجيب له بقى طماطم مضروبه، ونحط له بصلايه، نحط له فصين من الثوم وملح وكمون، وشكرا على كده. او بضرب البصلايه بالطماطم بالثوم كله في قلب الخلاط، وبنزل على الحمص بتاعي اللي استوى. الحمص هنا كان استوى وبقى تمام. ننزل بقى بالخلطة اللي احنا عملناها دي، ونسيبه بقى يغلي غلوتين وعصرة ليمونة، وشكرا على كده. والرز بتاعي كان استوى وكله تحت السيطرة. طبعا انا قلت لكم ان احنا عاملين الاكلة دي النهاردة عشان نمشي يومنا، ومش هقول لكم انها اقتصادية، مش هقول، بس هقول انها يعني اكلة كده هنودع بيها ايام شعبان، ونعملها كده النهارده تمشي يومنا. وسلقنا كده كام بيضه، يعني لزوم بقى يعني نعمل لهم بيض جنب الكشري وجنب طبق الصلصة، وحمدنا ربنا والحمد لله. وإن شاء الله إن شاء الله الأيام الجاية تبقى حلوة، وربنا يرزقكم فيها من حيث لا تحتسبوا. ودعوة مني ليكم من القلب، وبشكركم بشكركم 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 كل الشكر ليكم، لان انتوا بتدوسوا وبتفعلوا زر الجرس لعائله ماما روما. واللي وصلت معايا لغايه هنا بقى تحط اللايك، تحط اللايك، ولو ما اشتركتش وتحط كومنت حلو منك اللي بيسعدني كتير قوي قوي قوي. نغسل بقى حوضنا ونلمع ونشطف مواعيننا. ما انا ما بحبش، انا عندي عقده من الحوض والمواعين، فانا بحب اشطف حوضي على طول. تمام تمام كده بقى. الحمص معايا ما شاء الله اللهم بارك. هنزل بقى بعصير ليمونه، بس اسيبه بس كمان حبه كده حبه كده، وملحه كده يعني مظبوط. هحط له شويه كمون. تمام. والدمعه شغاله حلو واتسبكت. هحط لها شويه فلفل اسود فقط لا غير. ونجيب بقى معلقتين سمنه بلدي، وندحرج البيض بتاعنا ونحمره ونعمله بيض مدحرج كده زي زمان بالظبط. تمام تمام. ننزل بقى بالبيض. وطبعا خطوة مهمة جدا، تحطي ملح وانتي بتحمري البيض مع السمنة. الملح ما بيخليش البيضة تلزق في الطاسة. تمام. نقلب بقى البيض كده. ونفضل ندحرجه. والدمعة معايا شغالة حلو. عملناها ني في ني زي ما قلت لحضراتكم. انا يا دوبك ضربت الطماطم ونزلت في الحلة، عليها الزيت، عليها الماجي، عليها الملح، عليها فلفل اسود، ني في ني، واتسبكت معايا. كله كده حاجات في السريع على طول، وخطوات سريعة وسهلة، ما فيهاش افتكاسات. نهاية الفيديو معاكم، وتعالوا نشوف الاكل بتاعنا النهارده اللي على قد الايد راح معانا لغايه فين. يلا بينا. جيب الكشري بتاعنا القمر ده وادلق يا معلم بقى. اوبا. شيل بس ورق اللوري. في واحدة هنا شغال. بصوا بقى الكشري بتاعي النهارده حاجه كده بمنتهى الشياكه والقرب. مش قادره اقاومه. نيجي نجيب البيض المدحرج وادلق يا معلم السمنه البلدي دي. حط البيض كده كده. الله. نغرف الدمعة بتاعتنا بقى.
حمص الشام بتاعنا. بص بقى حمص الشام بتاعنا عامل ازاي. بص حمص الشام وريحته وجماله خطير. الحلبسة يا ولاد. نضرب بقى حمص الشام. كنت زودتي الحمص اكتر من الميه، فاهمين، عشان يبان. تعالوا بقى ندوق مع بعض. ناخد كده كده. هطير بر والبيضة بلدي في بلدي. مستعجلين، ما وراناش حاجة، احنا مش فاضيين الوجع القلب ده، احنا ورانا حاجات وتجهيزات لسه هنفضل نعمل اكل. لا اللحمة والفراخ خلاص، انا لا بقيت بتاعة لحمة ولا فراخ اليومين دول. هو الاكل الارداحي دوت وقلبي بيتقطع من جوه، بس هنعمل ايه؟ هو ده الايام دي، هي كده اتربينا على كده. يلا اقول لكم بقى باي باي، وفي حلقة جديدة من عائلة ماما روما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي.